تخيلوا إن حضارة كاملة بحجم وعظمة مصر القديمة فضلت آلاف السنين لغز كبير، معابد، تماثيل ونقوش، أسرار مكتوبة على الجدران ومحدش قادر يفهم ولا حرف. العلماء بيجوا يمشوا يكتشفوا حاجات مبهرة بس مفيش ولا سر حقيقي اتفك، لحد ما حصلت اللحظة اللي غيرت التاريخ، اللحظة اللي الدنيا كلها اتقلبت بعدها. سنة 1799 وعلى ضفاف مدينة رشيد كان في حجر مدفون تحت الرمال، حجر شكله مش لافت بس اللي جواه كان مفتاح حضارة كاملة. ضابط من الحملة الفرنسية اسمه بيير فرانسوا بوشار لقى الحجر ده بالصدفة. الحجر كان مصنوع من البازلت الأسود، طوله حوالي 113 سنتي وعرضه 75 سنتي وسمكه 27.5 سنتي. مش مجرد حجر، لا ده أعظم رسالة اتبعتت من الماضي. الحملة الفرنسية وقتها أعلنت عن الاكتشاف ده في جريدتها لا كورين ديجيبت، ومحدش كان فاهم إن الاكتشاف ده هيفك لغز آلاف السنين. ليه كان مهم بالشكل ده؟ علشان عليه نفس النص مكتوب ب3 لغات: الهيروغليفية، الديموتيقية العامية المصرية وقتها، واليونانية القديمة. يعني لو حد فهم اليوناني ممكن يفتح باب باقي اللغات، وده اللي حصل فعلا بعد سنين طويلة. سنة 1822 ظهر عالم شاب اسمه شامبليون، وبعد مجهود سنين في دراسة اليوناني القديم قدر يربط الرموز بالكلمات وفك الهيروغليفي لأول مرة في التاريخ. ولما فكه اكتشف إن النص عبارة عن مرسوم من الكهنة في مدينة منف 100 رهينة دلوقتي، بيمدحوا فيه الملك بطليموس الخامس علشان أعفى المعابد والكهنة من ضرايب وحاجات مادية. لكن القصة ما خلصتش هنا، ده غير إن الحجر ناقص أجزاء من الهيروغليفي وجزء صغير من اليوناني. وهنا بقى جت مرحلة النزاع، الفرنسيين لقوه والإنجليز خدوه سنة 1802، وبموجب معاهدة بعد معركة أبو قير البحرية اتسلم الحجر رسميا للبريطانيين واتشحن سرا من الإسكندرية بالليل، ومن ساعتها وهو معروض في متحف البريطاني لحد النهاردة. والأغرب إن حجر رشيد بقى رمز الأكبر عملية استيلاء ناعمة في تاريخ الآثار، ومصر لحد النهاردة بتحارب بكل الطرق عشان ترجعه. والموضوع وصل لدرجة إن BBC عملت عنه فيلم وثائقي كامل في سلسلة إعادة اكتشاف العالم المفقود، بسبب قد إيه الحجر ده غير فهم البشرية لحضارة كانت مقفولة علينا آلاف السنين. ده مش مجرد حجر، ده مفتاح حضارة، المفتاح اللي رجع صوت مصر القديمة بعد ما كان ساكت آلاف السنين.